قال بني أمية مبسوطين بالجولاني وطالعين مثل الخواريف يركضوا بالعيد إنه جاي اللحام يسلخ جلدهم. ما هو جاء على ألمانيا ليتاجر فيك يا قديش، هو راح على بريطانيا ليتاجر فيك يا كر. الجولاني وقع الخازوق اللي راح تحس فيه يا لاجئ يا مسكين، بس طول بالك لا تستعجل على رزقك. انت شفت الخازوق بس راح تحس فيه قريبا جدا. لك هدول تجار، هدول تجار يا ابني تجار. الشيباني والجولاني عملاء. بتعرف شو يعني عملاء؟ عملاء يعني مو أصحاب قرار. بيقولوا لهم اقتلوا بيقتلوا، بيقولوا لهم فجروا بفجروا، اقتلوا أصدقائكم بيقتلوهم، مثل ما عملوا بالقحطاني وغيره وغيراته. يعني هدول أوسخ شيء ممكن يصير، وأوسخ نوعية ممكن تستلم السلطة بالبلد. لك من يوم اللي وصلوا على أدلب ما خلوا حدا، باعوا كل اللي اشتغلوا معهم أو اعتقلوهم أو قتلوهم. لليوم في ناس معتقلين ما حدا بيعرف وينهم. لك راهبات معلولة باعوهم بمصاري قطر. شو بيطلب منهم الغرب بينفذوا. الخلاصة هدول راحوا ليبيعوك فلا تنبسط كثير. قال مبسوطين وطالعين يستقبلوه. سجلوها وطلعوا أقلامكم وسجلوها. بشار الأسد وصل لمرحلة القرف. كان الإسرائيلي من خلال الإعلام الخليجي يقول لكم بشار الأسد وإيران باعوا القضية. طلع اللي باع هو الجولاني والشيباني. كانت سوريا جنة، والله كانت جنة. راح نظام راح تضلوا 50 سنة، 50 سنة راح تضلوا تتذكروه وتضربوا حالكم بشحاحيط إذا فيكم ذرة ناموس. لأن لتوصلوا للي كان قبل 2011 بدكم 50 سنة على أقل تقدير. خربتوا البلد وآخر شيء جابوا لكم الجولاني يتبع.